آخر هناك 70 دقيقة مرت. ويسلي يمرر إلى ياسر، ينطلق ياسر وفرصة هلالية، يعدي بشكل جيد ويحصل على ركلة جزاء وبطاقة لحارس مرمى نجران. ركلة جزاء لصالح الفريق الهلالي. مجهود حلو باذل ياسر مع الفريق، تسبب في صناعة الهدف الأول. و ركلة جزاء ولا ركلة حرة؟ سنتابع قرار الحكم. هنا نشوف هنا شيء من الاستغراب لدى المهاجم الهلالي. سننتظر القرار من حكم المباراة. شوف إعادة، دام احتسب خطأ في اللقطة داخل 18 دون جدال. من الميزات الجيدة 5 طبقات متناسقة تعزز مهارات اللاعبين في هذه الكرة. ياسر القحطاني يلعب كرة وبالتالي يسجل الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء. يتقدم الهلال 3 أهداف للا شيء عن طريق ويسلي وياسر القحطاني هدفين. بلا شك نتيجة مطمئنة لهذا المدرب الكومباري الذي يقوم بأول تجربة خارج فرنسا، ويطمع الهلاليون في أن يكون فعل خير على مجريات الفريق الهلالي، رغم أن المباراتين الأولين للهلال مع هجر والفتح لم تكن بالصورة التي ترضي عشاق هذا الفريق الكبير الهلال. ياسر القحطاني، شوف هذه الإعادة، لعب الكرة بشكل جيد رغم أنه ناصر السيحري ارتمى باتجاه الصورة المطلوبة، ليست مكتملة، لا تستطيع الحكم. كرة للبيشي، عرضية من مرمى ومحاولة لبونك ويسلي يحصل على على هدوئه في التعامل مع الكرات، وبالتالي يسجل هدفا رابعا لصالح الفريق الهلالي. مع الدقيقة 76 تغيرت حال الهلالي كثيرا في الشوط الأول، الشوط الثاني عنها في الشوط الأول، واستطاع ويسلي هنا أن يسجل هدفا هلاليا رابعا في مرمى نجران. بلا شك النتيجة ثقيلة على فريق نجران. ويسلي الذي انتقل من فاسولي الروماني، شوف إعادة تهيأت للسو، لعبها ويسلي بهدوء جميل جدا أمام. تعود للبيشي، البيشي يشارك جهة اليمين في انطلاقة للهجمات الهلالية إلى عادل هرماش. هرماش يبحث عن من زملائه، عن سلمان، يعيدها إلى اليمين. ويسلي يمرر كرة جميلة وفرصة هلالية لتسجيل هدف خامس، وحاول والتغطية حاضرة وبكل ذكاء يلعبها بعد التمريرة في مرمى سلمان الفرج في مرمى نجران، هدفا خامسا للهلال يثير الكثير. كرة بالكعب ملعوبة للخلف إلى سلطان البيشي، يتقدم يهيئ حلوة إلى اليسار، بينية جميلة لويسلي، والهدف السادس للهلاليين في مرمى نجران. ثقيلة 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 على نجران، 6 أهداف في شوط واحد، ونتيجة مغايرة تماما لوقائع الشوط الأول. 6 أهداف سجلها الهلال في مرمى نجران، وبالتالي نتيجة مريحة جدا للفريق الهلالي.